ابو اكشن في برنامج اكشن مع ابو اكشن بعد مباراة النصر وكواساكي يقول لك هناك حقائق ان النصر طموحات جماهيره لا تتواكب مع الادارة واللاعبين. اخدت دي؟ خد بقى التقيل. اول حقيقة، النصر ما هو حق نهائيات اسيا، هذا سقف طموحاته، هذا حده. حد النصر هالسقف؟ يعني حكمت على النصر ان مش حق نهائيات خلاص؟ الحقيقة رقم 2، ما عنده جمهور في الغربية. اتحاد اهلي والهلال معاهم، اما النصر ما عنده جمهور. يقول لك تخيل ان مباراة كواساكي دي كان طرفها الهلال، بمعنى ان الهلال لو كان في الشق الثاني ده كان هيبقى حضور جماهيري وكان هيفوز وفي الاخير يختمها بالطين ويقول لك ان انت امكانياتك محدودة. يا النصر وقعت وسكاكينك وقعت يا النصر. عاوز يتكلم بلسان حال الشخص اللي زعلان على النصر، وكأن عينيك ما فيهاش فرحة يا ابو اكشن. الغريب في هالبرامج ان الهلال طلع من دوري ابطال اسيا، لكن مفيش ضغط عصبي على جماهير زي جماهير النصر. نقد ليل نهار على النصر، وده إن يدل على ان النصر هو محور تفكيرهم في برامجهم الرياضيه. مطلعين لك في البرنامج احصائيات النصر واحصائيات الدون وكل ما يحيط بالنصر خلال دوري ابطال اسيا. خد بالك احنا مع زعلنا من النصر والخساره احنا ما اتكلمناش في اخطاء تحكيميه. النصر ليه بلانتي واضح، هدف كواساكي التاني لاعب كواساكي دعس رجل بنته يعني فاول، لكننا ما رضناش نتكلم بالاخطاء التحكيميه وكنا زعلانين من فريقنا على خروجه من اسيا. كنت اتمنى انكم تحكم الحق المره واحده من طرفكم وتقولوا ان نحر النصر امام كواساكي، لكن الشغله الاهم هي الجماهير والشعبيه الجماهيريه والناس في الغربيه. باذن الله النصر بيرجع، وبتعرف يا ابو اكشن ان النصر حق نهايات. بس الحاجة العجيبة والغريبة انه نقد حضور جمهور النصر في مباراة النصر وكواساكي اللي عدد جماهير كواساكي ما يعدوش ال 500 شخص، وقارنها بحضور مباراة الهلال والاهلي، والدنيا كلها عارفة الاهلي عامل ازاي في الحضور، واننا عارفين ان في بعض المنافسين لجماهير الاهلي اتحاديين هيحضروا في المدرج الهلالي من اجل النادي الاهلي، وان عدد جماهير حضورهم 50,000 مشجع. 50,000. النصر لحاله كان 28,000، يعني أعلى من نصف العدد بتاع مباراة الهلال والأهلي. بيقول لك في الأخير أنا أدري إن الحقيقة قاسية، اللي أنت بتقوله كله أسوأ علينا يا عم، ادينا في الحنين شوية وأكشن اسلم. حبيب قلبي يا سيطرة، لا تنسانا من التفاعل اللي في الجنب، وادينا رأيك في الكومنت على كلام أبو أكشن بعد مباراة النصر وكواساكي. ورسالة لعزيزي النصراوي اللي هيشوفها المقطع، بالله عليك أي نصراوي هيقول لك ما تحضرش مباراة الاتحاد والنصر ده إنسان عديم النصراوية، ده إنسان نصراويته في الضياع. احضر مباراة النصر والاتحاد وكمل، نبغى نقاتل من أجل مقعد آسيا يا بطل. لا يغرك كلام السلبيين اللي بيتكلموا عن النصر، احضر مباراة النصر والاتحاد من أجل أن يكون في آمال لمقعد آسيا يا بطل السنة الجاية إن شاء الله.